لقد من الله علينا بهذه الثورة المباركة التي كان من أهم أسبابها هو رفع الجهل عن الناس ورفع الظلم عنهم. فطالما كانت بلاد الشام هي منبع العلم، فجفف هذا النظام منابع العلم وقتل وأسر العلماء في بلاد الشام. وانطلاقا من الحاجة الماسة للدعاة في بلاد الشام، وإدراكا من رابطة أبناء الشام التنموية لضرورة العمل على إعداد الدعاة، كان مركز كوادر للتطوير من أهم برامج الرابطة في هذا المجال، والذي يأتي دوره التنموي من خلال بناء دعاة وطلاب علم وقيادات مجتمعية تكون الركيزة الأساسية في تنمية المجتمع السوري ونهضته. الحمد لله الذي هدانا أن أتينا إلى مركز كوادر الذي وجدت فيه ضالتي. طلبت هذا العلم على أيادي المشايخ الممتازين هنا في هذا المعهد. يعمل مركز كوادر بناء على خطط استراتيجية وآليات قابلة للنمذجة من خلال الدورات الشرعية لطلاب العلم والدعاة، ومن خلال الدورات المهارية والقيادية المجتمعية، وذلك من أجل تخريج طلاب علم وقيادات مجتمعية قابلة للتأثير على المجتمع. يستهدف مركز كوادر للتطوير كوكبة من الشباب السوري الحريص على طلب العلم، والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40. تم إعداد خطط ومناهج علمية لتخريج الدعاة المؤثرين وطلاب العلم الربانيين والقادة المجتمعيين. ترتكز منهجية مركز كوادر للتطوير على المنهج القرآني والسنة النبوية، وقد بنيت الخطة العلمية على المناهج العلمية الشرعية، والتي تدرس على مستويات تشتمل على أساسيات علوم التأصيل وعلوم الآلة. ثانياً، الدورات التدريبية التي تصقل مهارات الطلاب في المجالات العلمية والدعوية والقيادية، إضافة إلى المناهج غير الصفية القائمة على الأنشطة الاجتماعية والتربوية والرياضية. لم يغفل مركز كوادر عن الناحية الاجتماعية والترفيهية للطالب، وذلك من خلال جعل حصة أسبوعية ينتقل فيها الطلبة من المعهد إلى الملاعب والمسابح، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الرحلات التي تكون منها داخل الريحانية ومنها خارج الريحانية، والكل الهدف منها الترويح عن نفسية الطالب وإضفاء جو المرح بين الأخوة الطلبة، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى مردود جيد عندما يعودون في اليوم التالي إلى دروسهم العلمية. طبعا لا يكتفي المركز بتطوير المستفيدين فقط وتعليمهم وتدريسهم، إنما يقوم المركز بعد تخرج الطلاب على كفالتهم ثم إنزالهم في الميدان من أجل أن يكونوا مؤثرين في البلد. المنهاج كان مفيدا ولله الحمد، وفيه مواد متنوعة وغنية بالفوائد، إضافة إلى الدورات التدريبية والمهارية. طيب، هذا الطالب جاهز للاختبار بالقرآن كاملا حفظا من أول آية إلى آخر آية، فمن أحب منكم أيها الجمع الكريم أن يسأل فله ذلك. نكمل قوله تعالى: ولتكن منكم أمة ويأمرون بالمعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يسألونك ماذا؟ وردت 3 مرات في القرآن الكريم، أريد الثالثة. يسألونك ماذا؟ يسألونك ماذا أحل لهم الميتة. مع فقرة سؤال في النحو والإعراب، والسؤال في شرح الآجرومية وإعراب جزء همة. كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل. كلا حرف ردع وزجر، وبل حرف إضراب. أضرب عن ماذا؟ الإضراب هنا إضراب انتقالي وليس إضراب، ليس إضراب حقيقي قبله. إياك الله. مع فقرة سؤال في المنظومات مع الطالب أبي مالك، فليتفضل. شيخ معاذ. منظومة ابن سعدي وليس مشروعا.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. طلاب كوادر أنا لا أعدهم في الحقيقة إلا وكأنهم من أبنائي، أفرح بهم كما أفرح بولد الذي من صلبي، أعتبرهم وكأنهم شخصي الذي سيظهر ويمتد حتى بعد دخولي إلى قبري. ولذلك أقول لكل الأحبة اعتنوا اعتناء كاملا تاما بمثل هذه الزهرات اليانعات الواعدات الشام، أكثر ما تحتاج إليه في هذا الزمن وبعد أزمان هي أن نخرج إليهم علماء دعاة مربين يقومون بدورهم الذي يجب أن يقوموا به في تلك الأرض المباركة. وبعمل دؤوب وخطط مدروسة كان لمركز كوادر للتطوير برنامجا تأهيليا للدعاة من خلال المنجزات التالية: إقامة الدورات العلمية على 3 مستويات مجزأة على 6 أشهر استفاد منها أكثر من 100 طالب. إقامة الدورات الشرعية المصاحبة وقد استفاد منها أكثر من 300 طالب. إقامة دورات مهارية وتقنية وإدارية وقد استفاد منها أكثر من 200 طالب. إقامة دورات متعددة في الإلقاء والقيادة وتطوير الذات شارك فيها 120 مستفيدا. المشاركة في العديد من ورش العمل والجلسات والندوات الحوارية التي تخص العمل الدعوي والمجتمعي في سوريا. إقامة مسابقة في القرآن وتفسيره لمدارس السوريين في كلس شارك فيها 120 طالبا وطالبة. فنسأل الله تعالى أن تتم هذه الدورة المباركة ونتخرج ونعود إلى بلاد الشام لنشر العقيدة الصحيحة ولإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الحق والعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.